انا جاي احكي لك على واحده من اغرب القصص اللي انت ممكن تسمعها في حياتك عن سيريال كيلر، والمره دي انا مش جاي اتكلم عن حد جزار ولا حد بيذبح ولا حد بيخطف ولا حد بيعمل اي حاجه زي كده. القصه المره دي مختلفه تماما تماما تماما. سنه 2003 في مستشفى اسمها سومرسيت في نيوجيرسي في امريكا بتحصل اعداد وفيات كبيره جدا ومش بيبقوا عارفين ايه السبب. فلما بتحصل اعداد وفيات بيبقوا شاكين مثلا فيها، او بيبقى في حاله مثلا هم شاكين مش عارفين هي ماتت ازاي، بيكلموا البوليس علشان يجي يحقق، وبيبقى الموضوع غالبا روتين، يعني الشرطه بتيجي تقعد تشرب الشاي لحد ما يخلصوا بقى ايه الورق بتاعهم. ففي واحده ماتت في المستشفى دي عندها 77 سنه، يعني في عز شبابها يعني، وكلموا الشرطه وقالوا لهم علشان يجوا يحققوا في الموضوع ده. والست دي كان اسمها انا مارتينيز. الشرطه بعتت 2 محققين علشان يشوفوا، وطبعا المستشفى قالت يعني الشرطه بقى مش هتيجي بقى تقعد تدحر في الموضوع، دي واحده عندها 77 سنه يعني مثبته في امها ليه؟ فالشرطه راحت ب2 محققين وبداوا يسالوا ممكن يا جماعه بس نعرف الست دي ماتت من ايه؟ فبيلاقوا ان المستشفى جايه وقاعده ومعاها محامين وبتاع وعاملين ليله كبيره، وبيقولوا لهم ان احنا شاكين الست دي ماتت تقريبا من جرعه زياده في الانسولين في جسمها. فالشرطه بتقول لهم طب ممكن نبص على الجثه علشان لو محتاجين مثلا تشريح، او لو في مثلا شبهه جنائيه او حاجه. فالمستشفى بتقول لهم والله معلش، هي بس انا مارتينيز ماتت من 7 أسابيع، فوالله معلش احنا اسفين الجثه مش معانا. طب ممكن نكلم مين من اهلها علشان يورونا الجثه علشان نشوف الموضوع؟ والله احنا ما قلنالكش، معلش والله اصل انا مارتينيز دي اهلها من المكسيكان، فهم بقى بيحرقوا الجثه وبتاع، لو انت عايز تبص على رماد بص على رماد عادي مفيش مشكله. طب ممكن بعد اذن الناس اللي في المستشفى نستجوب الناس اللي موجوده؟ المستشفى في الوقت ده بترفض رفض تام ان هم يستجوبوا العاملين اللي شغالين في المستشفى، لكن بعديها بتوافق وبتقول لهم بناء على شرط ان لازم يكون في حد ممثل من المستشفى موجود معاهم، يعني في ريبريزنتيف من المستشفى موجود، والطلب الثاني انهم ما يسالوش عن الادويه تماما. طبعا الشرطه بتستغرب ان هو يعني ليه الشروط الغريبه دي، بس طبعا الشرطه ما بيبقاش عندها اي حيله ولا باليد حيله، لان كل ده بيحصل هم ما عندهمش جثه. بس ده برضه ما يمنعش ان المحققين خلاهم يشكوا في ان في الموضوع. المهم اثناء التحقيق الممثل بتاع المستشفى ده تقريبا بيروح يعمل حاجه، تقريبا بيخش الحمام او حاجه زي كده، وكانوا هم بيستجوبوا ممرضه اسمها ايمي. بيوروا لايمي التقرير اللي جالهم عن الوفاه، فايمي بتقول لهم الموجود في التقرير الوفاه ده بيقول ان انا مارتينيز ماتت بسبب حاجه اسمها دبل ميديكيشن. ايه الدبل ميديكيشن ده؟ يعني ان في عقارين في جسمها مش المفروض ان هم يكونوا موجودين مع بعض، وهم بقى العقارين دول الانسولين اللي كان قايلين عليه، وعقار تاني اسمه الدايجاكسين او الدايكسين، مش عارف بقى الناس بتوع الطب تصحح لنا في الكومنتس يقولوا لنا. المهم بعديها طلبت الشرطه ملفات الناس اللي موجوده في المستشفى. طبعا المستشفى فضل تاخر عليهم الموضوع وتاخر لحد ما في الاخر وصل لهم الملفات. في وسط الملفات دي كلها كان في ملف غريب شويه. الملف ده لممرض اسمه تشارلز كولن او تشارلي كولن. الغريب في الملف ده ان الراجل ده اشتغل في 9 مستشفيات قبل كده. هتقولي طب ما يعني راجل خبره، طب ما كويس. لا، هو يعني موضوع ان تشتغل في 9 مستشفيات ده مش حلو خالص. وكمان بعد ما دوروا لقوا ان الراجل ده كان عليه حكم بس تشارجز دروبت، يعني الراجل ده الدعوه اسقطت كلها وما بقاش عليه اي حاجه. لما الشرطه ابتدت تتصل بالمستشفيات اللي كان شغال فيها تشارلي كولن، كل المستشفيات تقريبا كانوا بيتجنبوا الرد عنه، وفي اوقات كانوا بيخلوا المحامي بتاع المستشفى ذات نفسه هو اللي يكلم البوليس علشان يقول لهم والله يا جماعه لو انتم مش فاتحين تحقيق رسمي انا مش هقدر اقول لكم بصراحه الموضوع ده عشان دي سريه الناس اللي شغال عندنا. موضوع مريب جدا، يعني 9 مستشفيات محدش فيهم قال ولا كلمه عن شارلي كولن. الشرطه بتشك زياده وبتروح لايمي اللي هي قالت لهم على الدبل ميديكيشن دي، واول ما بيروحوا لايمي بتشوفهم بتتخض جدا وبتقول لهم ان موت الست الجديده اللي في المستشفى انا مش مسؤوله عنه. بيستغربوا قوي، يعني ايه موت الست الجديده؟ احنا جايين اساسا نسالك على انا مارتينيز وعلى تشارلز كولن، ازاي في ست جديده؟ فبتقول لهم ان في ست جديده ماتت في المستشفى والسبب بتاعها نفس السبب بتاع انا مارتينيز اللي هو الدبل ميديكيشن، العقارين الموجودين في جسمها. بتروح الشرطه لاهل المريضه اللي لسه متوفيه دي وبيقولوا لهم ان احنا محتاجين ناخد الجثه بتاعتها علشان تقريبا بنتكم يا جماعه ما ماتتش موت عاديه ولا حاجه في المستشفى، في شبهه جنائيه. وبياخدوا الجثه فعلا، وبعد ما بيشرحوها بيكتشفوا ان فعلا في دبل ميديكيشن وانها ما ماتتش موته طبيعيه خالص في المستشفى. الشرطه بتسال ايمي على تشارلز كولن وبتقول لها يعني ايه رايك في تشارلز كولن ده؟ احنا ما تقول لنا كده رايك فيه. تقول لهم والله العظيم ده ممرض ولا كل الممرضين، يا ريت كل الممرضين تبقى زي تشارلز كولن ده يعني طيب وبيساعد الناس كلها، ويعني ملاك رحمه. بقول لكم ملاك رحمه. بيني وبينكم ايمي وتشارلز كولن تقريبا كانوا في بدايه علاقه مع بعض، فهي مرحله الاستعباط واللي هي مرحله ان انا مش شايف حاجه بقى وحشه في الطرف اللي قدامي ده ملاك، لكن هو بيطلع بيه. ايمي للاسف الحب كان عميها وما كانتش عارفه مين هو تشارلي كولن. بس تشارلي كولن ده بقى خليني اقول لك عليه. تشارلي كولن ده ممرض اشتغل في التمريض لمده 16 سنه، اشتغل في 9 مستشفيات قبل كده، وكل مستشفى تشارلي كولن بيشتغل فيها بيبقى فيها عدد الوفيات كبير جدا. على مدار 16 سنه بدل ما تشارلي كولن يكون ملاك الرحمه اللي المفروض ان هو يكون بيخفف الام الناس المرضى اللي عايشين معاه، تشارلي كولن كان مضطرب عقليا، واحد مريض
ماشي في وسط المرضى في اوض الرعايه. تشارلي كولن على مدار 16 سنه بيحقن كل المرضى في اوض الرعايه بالعقارين الانسولين والدايجاكسين. طيب كان بيجيب العقارين دول منين؟ تشارلي كولن كان ذكي جدا وكان عارف ثغره في النظام او السيستم بتاع التمريض. هناك لما انت بتحب تطلب، لو انت مثلا كممرض بتحب تطلب دواء او حاجه، بتخش زي اوضه كمبيوتر وبتكتب الاي دي بتاع الممرض وبتكتب الباسورد، وبعدين بتكتب انت عايز قد ايه من الدواء والعدد مثلا بتاعه قد ايه. فهو كان بيدوس اكسبت وبعديها كان بيدوس كانسل. كان في ثغره او جليتش يعني موجوده في السيستم ده، ان انت لما بتدوس اكسبت بعديها كانسل كان بيحصل فيه ديلي، فالاوردر بيتكنسل على السيستم لكن الدرج بيتفتح، فكان بيسرق العقار بالشكل ده. العقارين بقى اللي كان بيحطهم تشارلي كولن في اجسام الناس دي تقريبا كان بياخد من حوالي 16 ل 18 ساعه قبل ما يشتغل، وفي اوقات كان بيحتاج فيها اليوم كامل علشان يشتغل. يعني هو ما كانش بيحقن والناس كانت بتموت على طول، تقريبا كان بيموت الناس بالبطيء لمده 16 سنه. طبعا ايمي ما كانتش مصدقه الموضوع ده خالص وما اتاكدتش غير لما سالت واحده زميلتها كانت شغاله مع تشارلي كولن في المستشفى اللي فاتت. على الجانب الاخر مستشفى سومرسيت بتقعد مع تشارلي كولن وبتقول له بقول لك ايه يا تشارلي، معلش بس هو انت كنت كاتب في الابلكيشن اللي انت جيت تشتغل بيه هنا انت سبت المستشفى اللي فاتت امتى؟ فبيقول لهم والله يا جماعه مش فاكر، يعني انا مش فاكر اكلت ايه امبارح. فبيقولوا له معلش بس افتكر. فبيقول لهم على التاريخ، فبيقولوا والله التاريخ ده غلط لان احنا لما كلمنا المستشفى قالوا لنا ان انت ما سبتش المستشفى في التاريخ ده، فدي كده تعتبر يعني بريتش اوف كونتراكت، يعني انت كده خرجت بند من بنود العقد ده واحنا من حقنا ان احنا نعمل لك ترمينيشن او نرفدك يعني، فمع الف سلامه. فكده المستشفى بتاعت سومرسيت وتشارلي كولن بارت ويز، يعني هم خلاص ما بقاش ليهم علاقه ببعض. وطبعا الموضوع ده المستشفى عملته علشان تبعد عنها الشبهه، لان هم عارفين ان في شبهه جنائيه كانت بتحصل في موت المرضى الموجودين في المستشفى في الرعايه المركزه. الممرضه ايمي بقى بعد ما عرفت الكلام ده كله فضلت مصممه ان هي اللي هتخلي تشارلي كولن يتقبض عليه، وفضلت تمثل عليه الحب. وفي يوم قالت له بقول لك ايه، طب ما تيجي نتقابل. اول ما اتقابلوا قعدت معاه قالت له والله وحشتني، ده الشفت من غيرك والله ولا ينداس، ده المستشفى يعني ريحتها كلها كحول، انا مش عارفه اعيش ازاي، ده انت يا اخي كنت بتهون عليا اليوم. بس بقول لك ايه، هو انت عملت ايه في المستشفى؟ يعني انا سامع شويه كلام وانا بصراحه عايز اعرف ارد على الناس دي، انا مش عارف ارد عليهم اقول لهم ايه، ما تقول لي كده انت عملت ايه. طبعا تشارلي ساعتها بيفضل يتهرب من هنا لهنا لهنا لهنا، وفي الوقت ده بيعترف هو عمل ايه، والشرطه بتيجي تقبض على تشارلي كولن. في 18 ديسمبر سنه 2003 بيتقبض على تشارلي كولن طبعا بتهم ان هو القتل العمد، وبعديها ب3 سنين بيتوجه له تهم ب11 حكم مؤبد، يعني المفروض ان هو يطلع سنه 2388. بيتقال ان تشارلي كولن على مدار ال16 سنه اللي اشتغل فيهم في التمريض تقريبا قتل حوالي 400 شخص في اوض الرعايه، واللي اتاكد فعلا ان هو قتله كان 29 شخص. تشارلي كولن لما كانوا بيسالوه طب انت عملت الكلام ده ليه، بيقول لهم I just did it. فهو تقريبا كان شخص يعني غريب جدا، شخص مضطرب عقليا، ما كانش بيعمل الموضوع ده مثلا لدافع معين او لان هو طفولته كانت صعبه او لاي حاجه. نتفليكس بقى نزلت فيلم عن الموضوع ده اسمه ذا جود نيرس. الفيلم من بطوله ايدي ريدمان وجيسيكا تشاستين، والفيلم بصراحه يا جماعه لكل حد بيحب التمثيل هيشوف جرعه تمثيل ملهاش حل. نتفليكس على غير العاده يعني ما خدتش السايد بتاع الكيلر زي جيفري دامر، ان هو ركزت قوي بقى على حياه السيريال كيلر ذات نفسه، هي مركزه على السيتويشن بشكل عام. الفيلم حلو قوي، انصحكم بالمشاهده، لكن اللي ما بيحبش يشوف مثلا مشاهد في المستشفى او حاجه زي كده ما يشوفش الفيلم. انا تقييمي للفيلم 8.5 من 10. لو انت شفت الفيلم اكتب لي تحت في الكومنتس عجبك ولا لا، ولو كنت تعرف القصه دي قبل كده قول لي برده تحت في الكومنتس، ولو عايزنا نتكلم على حاجه تانية قول لي برده تحت في الكومنتس. اما بقى لو الفيديو عجبك فاعمل لايك، ولو وصلت لحد هنا وانت موجود على اليوتيوب اعمل سبسكرايب واعمل فولو على التيك توك واعمل فولو على الانستجرام علشان يوصلك الجديد كله طازه بطازه. كنت معاكم محمود النجار، ولحد ما نلتقي المره اللي جايه خلي بالكم من نفسكم. سلام.